السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنلقى فيديو جديد، وصفة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طريقة الملوخية الخضراء. هنفرزها وهنعملها مع بعض ان شاء الله نعملها في الخلاط، سهلة وبسيطة جدا. ولا هنعملها بقى بغطا حلة، ولا هنعملها بمخرطة، ولا هنعملها بسكينة، ولا مكنة ملوخية. ان شاء الله هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، طريقة سهلة وسريعة مش هتاخد منك وقت. انا معايا هنا هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ المقادير والمكونات بتاعنا والطريقة. معايا هنا حلة فيها مية اهي بتغلي. طبعا انا هحط فيها كربونات اهو ورشة ملح اهو، شايفينه بيفور ازاي. معايا هنا دي الملوخية اهي. دي يا جماعة الملوخية دي انا كنت جايباها الكيلو ب15 جنيه. شوية كده مفيش يومين تلاتة هتلاقيها بقت ب30، بعد يومين تلاتة هتلاقيها بقت ب50، بعد كده مش هتلاقيها خالص لان ده مش الموسم بتاعها. الحقي بقى وهاتيها لانها خلاص هي كده تعتبر ايه روحت، ودي اللي طالعة جديدة. طبعا دي ملوخية الشتاء مش ملوخية الصيف، هتلاقيها غالية. الحقي بقى وهاتيلك كيلو ولا 2. ده ما شاء الله كيلو وربع معايا اهو، كنت جايباه كيلو على 15. طبعا هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ بقى الطريقة. انا حاطه هنا زي ما انتم شايفين اهو المية بتغلي بالكربونات وبالملح. طبعا الملح بيحافظ عليها، الكربونات الملح طبعا تعقيم، الكربونات بيحافظ لك على اللون بتاعها اهو. ما شاء الله هننزلها كده، هي دوب بس تاخد غلوة واحدة بس وهطفي عليها، واكون مجهزة بقى طبق مية كبير فيه بقى ازازة تلج، فيه مية ساقعة، مية من الحنفية، المتاح عندك اعمليه كله بيمشي. هنزلها بقى كلها واجهز الطبق بتاع المية وارجع لكم. يا جماعة بصوا ما شاء الله خدت غلوة اهي. بتاخد غلوة يا دوب هتقلب بس اهي، وهطفي عليها اهي ما شاء الله اهي. انا عاملاها لكم عشان تشوفوا الغلية بتاعتها اهي، شايفينها؟ بسم الله ما شاء الله، شوفوا عامله ازاي. وهنا الميه اهي، انا مليت طبق ميه. ما عندكيش تلج، ما عندكيش ميه ساقعه، ما تقفيش، حطي من الحنفيه واشتغلي اهو. انا هطفي عليها بقى اهي زي ما انتم شايفين. طبعا الكربونات بيخليها عندك من السنه للسنه اللون ما يسودش، والملح ماده حافظه بيحافظ لك عليها اهي ما شاء الله. طبعا بنصفيها زي ما انتم شايفين كده اهي اهي، نصفيها كلها اهي. وبرضه هنصفيها بعد كده من الميه دي. هقول لكم هنعمل ايه. طبعا الميه دي شايفينها غامقه ازاي، دي طبعا مش هستعملها، دي هرميها ماشي اهو. بصوا ده بقى، بصوا اللون بتاع الملوخيه بسم الله ما شاء الله، ولسه ما خرطناهاش، ده احنا بس اديناها غلوه واحده. طبعا دي هتقعد معاكي من السنه للسنه من غير ما تسود ومن غير ما تغمق ومن غير ما تغير لون. طبعا اما بنخرطها وبنسيبها شويه بتلاقيها اسودت، لا دي ما شاء الله عليها الله اكبر لغايه اخر حبايه، يعني لغايه اخر لقمه بتاع من الكيس كده، مش هتلاقي فيها سواد ولا حاجه. طبعا عملتها كتير قبل كده على قناتي مطبخ صفر صقر، اللي عايز يخش على القناه برضو يشوفها. بس طبعا في ناس طلبوها مني، حبيت اعملها اعيدها تاني واعملها تاني، وان شاء الله تعجبكم لانها سهله وبسيطه وسريعه، متاخدش وقت معاكي ولا وقت ولا مجهود. انا خلصتها خالص اهي. طبعا انا صفيتها من الميه اللي هي الطبق الكبير ده اللي من الحنفيه زي ما انتم شايفين، وادي حبه ميه صغيره دول مش هرميهم، دول هزود بيهم الخلاط عشان اساعد بالخلاط، تبقى منها فيها هتعمل لي عرق، لان ده العرق اللي نازل منها الميه دي، العرق اللي نازل من الملوخيه. طبعا انا مش هرمي العرق ده خساره، لا انا همسكه هحط حبه وانا بضربها، بس ما تكتريش عشان ما تبقاش خفيفه منك. وهقول لك تستعمليها ازاي لما تيجي تطلعيها تشتغلي بيها، تعمليها ازاي ما تكتريش الشوربه ازاي. هحطها بقى في الخلاط حبه حبه واوريها لكم. انا حطيتها زي ما انتم شايفين اهو في الخلاط. هنزل عليها بقى بشويه ميه اهي، هنزل عليها بحبه ميه من العرق اهو ماشي، مش هكتر. هنروح مع بعض على الخلاط بقى عشان الصوت بس، هخلصها واوريها لكم. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، لسه هضربها تاني، هضربها مره واثنين وثلاثه، وبعد كده هفصل الخلاط
واحط ايدي فيها جوه، ان لقيتها محتحته هديها ضربه تاني، لقيتها حلوه خلاص. اهم حاجه يكون الخلاط مفصول عشان ايدكم ما تتعورش. اهي انا خلصتها خالص وحطيت ايدي، طبعا لقيت ما فيهاش حتت كده، لا اهي. بسم الله ما شاء الله. هوريكم بقى الملوخيه على اصولها بقى. اهي ما شاء الله. بصوا بصوا اللون والشكل. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الملوخيه الجميله دي؟ بص كمان العرق بتاعها، حبه الميه العرق اللي انا حطيتها دي، بصوا عملوا لها عرق ازاي. اهي بدل ما تجيبيها من بره الكيس دخل في 20 جنيه دلوقتي، لا هو طبعا مش عارفه بكام بالظبط، بس مع الغلا اللي احنا فيه ده هتلاقيه كده اكيد. اهو بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي. وهقول لك هتشتغلي ايه، هتعمليها ازاي. اهي كده ما شاء الله انا خلصتها. هكمل بقى ايه اللي بقيت الملوخيه، وهضربها كده واوريها لكم. انا خلصت الباقي اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. مطلعه الخلاط بره وايه وجستها بايدي، لقيتها الحمد لله حلوه، اتطحنت جامد حلو. اهي عايزه تخليها فيها محتحته شويه براحتي حسب ما الاكل اللي انتوا بتحبوه. اهو هنحطها بقى في اكياس وهوريها لكم. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين، حبايبي واخواتي واصحابي. شوفوا اللون يا جماعه، شوفوا اللون والشكل الجميل. ولا تعمل لك قشره بقى سودا ولا طبقه سودا فوق الحله، لا فوق وش الحله، لا ما شاء الله عليها. وتفضل معاكي في الكيس خضره من اول ما بتعمليها من اول السنه لاخر السنه، ما تغيرش لونها خالص. وتحفه بصراحه. وفي الغلا اللي احنا فيه ده هتنفعك جامد. انا خلصتها خالص اهو زي ما انتم شايفينها. بسم الله ما شاء الله. اهو كيلو وربع طلع لي 3 اكياس. شوفي انت بقى، انا ب 15 جنيه عمل لك ملوخيه ب 60 جنيه واكتر. وحاجه بقى نظيفه وغسلها حلو، ما فيهاش طينه وما فيهاش تراب، وواثقه من نظافتها. طبعا دي حاجه حلوه للصحه ليكي ولاولادك. حاجه بقى نظيفه وجميله. اقول لكم بقى على ان شاء الله لما تيجي تستعملوها، يعني لما تيجي بقى تطبخوها هتعملوا ايه. هت هتحط الملوخيه، تطلعي الكيس كده يفك. بعد كده تروحي جايبه طبعا ما حطي شوربه صغننه قوي، يعني قيمه بس معلقتين 3، لان هي اصلا متخففه. بس زي ما انتم شايفين هي تقيله اهي. هتعملي ايه، هتعملي معلقتين شوربه، او لو مش هتعملي شوربه هتحطي مثلا شويه ميه صغيرين كده بمكعب ماجي. عندك الشوربه حطي شوربه، بس ما تكتريش زي ما قلت لك، هي معلقتين 3، يعني نص كبشه على الاقل. بعد كده هتروحي حامله المكعب الماجي مع التوميه والكزبره، هتطلع معاكي تحفه تحفه تحفه، ومش هتحتاج منك شوربه كتير، لان انت كده كده مزوداها. وزي ما انتم شايفين اهي بسم الله ما شاء الله تحفه يا جماعه والله. ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله. بصوا التخن بتاعها بسم الله ما شاء الله. اهو اهو الكيس ده بحوالي 400 جرام. الطبق ده لو اتحط في كيس هيطلع 400 جرام. شوفي بقى ما شاء الله الكيلو وربع طلع لك قد ايه. اهو ما شاء الله. شوفي اللون بتاعها مش محتاجه اي حاجه، اللون بيتكلم عن نفسه. تحفه تحفه والله يا جماعه. يا رب الفيديو يعجبكم. إن عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حاجه بسيطه وحاجه خفيفه من قلب بيتك وسهله جدا. بتمسكيها تغسليها تحطيها في الميه المغليه دوب تاخد غلوه. بعد كده تطلعيها تصفيها وتحطيها في ميه من الحنفيه او ميه ساقعه. بعد كده بتروحي ماسكاها ضربها في الخلاط بشويه ميه من الميه اللي انت كنت حاطه فيها من الحنفيه دي، اللي هي الميه اللي فيها عرق. بس بعد كده ايه زي ما انت شايفاها بسم الله ما شاء الله. ما تاخدش معاكي وقت. ان شاء الله بقى تقولوا في التعليقات كده عجبتكم ولا لا، وتجربوها وان شاء الله تعجبكم، مش هتبطلوا تعملوها باذن الله. احلى ملوخيه خضراء عملتها معاكم، تحفه تحفه تحفه. هتقعد معاكي صيف وشتاء باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.